وفنانة سفيرة قافلة المواطنة في حلتها السابعة تحت شعار الصحراء المغربية قضية وجود وليست مسألة حدود. كيشرفني التواجد ديالي بمدينة فاس، المدينة العريقة، مدينة الثقافة والعلم. هاد الدورة هادي ما كتحملش أي شعار، فهو الشعار اللي كيمس أي مواطن مغربي. فكنتمنى من جميع المواطنين المغاربة أن يكون عندهم حس وطني، يكون انتمائهم صحراوي مغربي محض. فأنا كما كنقول ديما لن نفرط في حبة الرمل، فالصحراء صحراؤنا والمغرب مغربنا وحفظ بلدنا الحبيب المغرب. جميل أن تكون عندنا قافلة بهذا الحجم هذا كتعبر على المواطنة ديالنا. جميل أنها كتضم مجموعة ديال السفراء، منهم رياضيين، صحفيين، إعلاميين وفنانين. كتضم كل وجه من الوجوه اللي ضمته هاد القافلة. فهو ما كنظنش بأنه وجه غيمر مرأى الكرام، يعني إلا ما دافعش على هاد القضية وما كانش عنده هذا الانتماء هذا، فتنظن بان القافله غتكون فاشله. فانا كنتحمل المسؤوليه انني نكون سفيره هذه القافله بكل معنى. يعني لما تنقولوا الصحراء فهي ما كتدورش غير هكا كدوز هذه الكلمه، فهي صحراؤنا وننتمي اليها كما ننتمي لهذا المغرب، والمغرب ينتمي الى صحرائه. وهذا الشيء كله جاء من خطاب جلاله الملك محمد السادس نصره الله. فنحن يدا واحده، وكنتمناو الاستمرار لهذه القافله وانها تمشي بسلام وتوصل لمدينه العيون وتحل الرحال ديالها تمايا، وتكون عاوتاني دورات اخرى كتحمل قضيه الصحراء.